السلام عليكم، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كما كتشوفوا هذا الفيديو واحد الطلب يد كيك ديزاين وبوبس كيك. كنتمنى هذا الفيديو ينال اعجابكم. ما تبخلوش عليا بلي لايك وشي كومونتير تحفيزي. هنا كنشارك معكم الادوات اللي كنحتاجو في هذا كيك ديزاين. المهم في هذه الطلبيه هذه كامله في هذا الكوموند. كما كتشوفوا عندي هاد السيبوره هذه اللي كننزلوا عليها الطرطه باش كنليسيوها وكنغلفوها وكنعملوا لها الكاناج. كتسهل علينا الصراحه الله. حيت هي كدور صراحه كتسهل علينا العمليه الخدمه. صافي هنايا عندي، سمحوا لي على التصوير، التليفون حدث لي فيه بنتي. صافي تما عندي السكر، عندي العجينه السكر حتى هي بيضاء، وعندي تما شوكولات. هنا عندي كليكوس كنشارك معكم غير المشتريات اللي احتجت في هاد الطرطه. هذاك اللي ملون غذائي. عندي هنايا طحين ممتاز كما كتشوفوا اللي غادي نستعملوه. هنا عندي اللوز كنت طحنته، ماشي طحنته، حمرته همجته، عملته معاهم. صافي وهادوما الادوات اللي غادي نحتاج. عندنا هاد العويدات بوبس كيك كما كتشوفوا، كل وحده كتجي فيها 25 حبه، كتعمل 10 دراهم. عندنا هادوما اللي كنزلوا عليهم الطرطات كما كتشوفوا، هذه كبيره اللي كنزلوها عليها في الاخر. صافي عندي هنايا هاد السينطه اللي غادي نعمل في الاخر في ديك بوبس كيك. هذه كنعمل بها لاصو وكنعملها في ديك العويدات بوبس كيك. صافي هنا عندي هنايا ديك الورق الذهب. كان عندي صراحة الله قلت يمكن نحتاجه. تما عندي ملون اسود، وعندي تما ديك الحبيبات شوكولات الذهبي. صافي وهذه هنا حتى هي العجينة السكر. عندي هنا عندي هاد الفراشات. كما قلت لكم في فيديو سابق انا كنسجل كلشي باش ملي كنخرج كنتسخر كلشي مره واحده، كنبقاش نمشي ونجي. يعني ضروري الانسان غادي ينسى شي حاجه، ولكن ملي كتسجل هكذا في الورقه وكتخرج كتجيب كلشي. يعني كتشوف الحاجه اللي كاينه، يعني اللي كاينه في الدار ما كتسجلهاش طبعا، اللي كاينه كتسجلها. عندي هنايا ميطرو ضروري باش كتعبر به القياس اللي خصك تينا بالنسبه نديك المول. عندي هنايا هاد الوريدات حتى هما شريتهم كما كتشوفوا. هادو كنزينوا بهم كيك ديزاين ديالنا. هاد الديزاين هذا عندي في ابيض وفي كحل كما هنا اول حاجه بديت بها وهو الكيك، يعني الاساسي هو الكيك. بعد ما كنكملوا الخليط ديالنا او الكيك ديالنا كنخويوه في واحد المول، وهنا كنجيبوا شي باليو اولا شي حاجه بحال هكذا كما كتشوفوا. انا بديك العويد ديك بوبس كيك سويت له الوجه ديالو كما كتشوفوا باش ما يبقاش شي طالع شي هوات، حيت هذا الكيك هذا كيجي قاصح الصراحه ماشي بحال الجينواز. صافي غادي ندخلوه يطيب. من بعد ما كنطيبوه كما كتشوفوا معايا، عندي هنايا الابيض والاسود. هنا عملته من نهار قبل باش النهار اللي كنحضر فيه كنخليه بوحديته. بعد ما عدلته من هنا كنت عملت الكاناج ديال الحشو كما كتشوفوا بالشوكولاته الحليب كما كتشوفوا معايا. خدمت بجوج الكاناج وعاد الطبقه المقرمشه، وخدمت الكاناج ديال التغليف عفوا كما كتشوفوا معايا. غلفت عاوتاني ليله قبل. من بعد صافي نهار الاخر اللي كيكون كيخرج الكوموند صافي كنطلقوا العجينه السكر وكنغلفوا بها الكيك ديالنا، وكنخدموا على الديزاين اللي طلب لنا كليان. كما كتعرفوا كل واحد والذوق ديالو شنو كيطلب. كاين بنيتات صغارين كاين كبارين، المهم كل واحد الذوق ديالو كيختلف على الاخر. صافي بالنسبه لهنا عندي هاد العجينه السكر. دابا الحراره كما كتعرفوا داغيه كتلصق. بالاحسن رشو اما بالسكر كلاصي ويكون مغربل اولا مايزينا. انا هنايا خدمت بالسكر كلاصي كما كتشوفوا معايا. ضروري كل ما تطلقوا رشوا من القاع، حيت دابا السخانه يعني الحاجه دغيا كتذوب، وعاد هي يعني عجينه السكر. هنا من بعد ما طلقتها جاتني بحالي معوجه، كان خصني نطلقها نيشان قد بعضياتها.
صافي من بعد طويتها على بعضياتها وزدت طلقتها بالمطلق كما كتشوفوا. صافي وقطعت لها الوجه ديالها، قطعت واحد الدائره من العجينه السكر، بديت بها هي الاولى كما كتشوفوا، كنليسيو بها بهذا السباتولا هذه. من بعد عاد كنخدم الجوانب، انا كل واحد والخدمه ديالو، كاين اللي كيزبق الجناب عاد كيرجع ناقص. صافي تما عندي هذاك السكر ملون، كنلصقوه بالكليكوز، يعني كنشوب واحد بينسو هيدا ولا مهم كندهنوا بها الجليكوز في الجناب. ومن بعد كنعملوا في هذيك السكر ملون كما قلت لكم. انا كليانه طلبت لي الاسود الابيض. صافي هنايا كنلصقوا ديك الوريدات كما كتشوفوا، كيجيو بباليو فيهم، يعني كنركزوهم وصافي في العجينه السكر هكذا كيبقاو. هنا كانت اخر ساعه، يعني كانت باقي نص ساعه وعاد خرجت الطلبيه كما كتشوفوا. هنايا غادي نلصق ديك الفراشات حتى هما كنطويو لهم ديك الجوانح ديالهم وكندهنوا لهم شويه ديك الكليكوز باش كيلصقوا كما عاد تشوفوا معايا. خصكم ديك الجنيحات ديالهم طويوهم مزيان. انا كما عاد تشوفوا هنا غنحيدها ونعاود نلصقها حيت ما عجبتنيش هكذاك. زيد تكيت عليها باش تبقى مشدوده كما كتشوفوا، يعني تكيو عليها ما تخافوهاش يتهابس، يعني هي اصلا كتطوى. صافي عملت واحده من فوقي وحده من الجناب. يسمحوا لي التصوير جا كيجي بعيد ما كيبانش كلشي كما شفتي. وحتى هذيك عوجتها وعملت لها شويه د الكليكوز من القاع ومن بعد لصقتها، كتلصق بسهوله. سبحان الله العظيم، احسن لقطه عندي هي هذه اللي كنكون كنمونطي فيها كيك ديزاين ديالي. كنكون في النهايه كنكون كنتفنن وكنستمتع. سبحان الله كتنسى هذيك التماره اللي ضربتي من قبل السخره المهم كما تشوفوا معايا هنايا عندي بوبس كيك، حتى هما كانوا خارجين مع كيك ديزاين، نفس الديزاين خدمت به الذهبي وكحل. هنا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو، نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.